السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد، ده خالد كمال معاكم، برنامج كرة اون تايم. هنتكلم النهاردة في 3 مواضيع مهمة، وهي أزمات اتحاد الكرة المصري، وفرض الدولة الالتزام في الشارع الكروي المصري أو في الرياضة المصرية، وتطورات اتحاد الكورة والأحداث المؤسفة اللي بتحدث اللي بتحصل داخل اتحاد الكورة. وهنتكلم في استعدادات نادي الزمالك لمباراة الترجي التونسي، المباراة المصيرية لنادي الزمالك، اللي على أساسها هيتحدد مصير نادي الزمالك في البطولة الأفريقية. واستعدادات النادي الأهلي لمباراة سان داونز اللي هتقام في استاد السلام، واللي برضك هتبقى نقطة فارقة في مشوار النادي الأهلي في البطولة الأفريقية إذا كان يريد الصعود للدور الثاني من البطولة الأفريقية. فهنبتدي باتحاد الكورة واللي بيحصل داخل اتحاد الكورة، واللي عمله اتحاد الكورة خلى الوسط الرياضي كله يعني بيستعجب من اللي حصل، في ان انت اختلقت ازمه او دخلت ازمه مع نادي الزمالك في قيد الصفقات الشتويه، قيد ال3 لعيبه، وان انت فتحت صدرك وخدت قرار انت مش قده. انت خدت قرار وقلت وتعنت مع نادي الزمالك وقلت انا مش هأيد الصفقات دي، وانا موقفي قانوني وموقفي سليم ومحدش هيقدر يغلطني. انتهت في الاخر لصالح نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك هو انتصر على اتحاد الكوره. نادي الزمالك اللي انت دخلت خلاف معاه، دخلت في حالة خناقة مع نادي الزمالك، او نادي الزمالك انتصر عليك في النهاية، وأيد ال3 لعيبة واستلم الكارنيهات وأيدهم في أفريقيا، ويلعبوا ماتش الترجي اللي جاي في أفريقيا. يعني مش هيقتصر مصير ال3 لعيبة إن هم يلعبوا في الدوري المحلي، بل بالعكس إن هم اتأيدوا في أفريقيا، والاتحاد الأفريقي أيدهم وهيلعبوا مباراة الترجي الجاية. طب أنت فتحت صدرك وخدت قرار وقلت انا مش هأيد ال3 لعيبه دي، وانا موقفي قانوني وموقفي سليم ومحدش هيقدر يغلطني. طيب، انت الزمالك دلوقتي بعت للفيفا، والفيفا أيد قرار الزمالك وقال لك ده شأن داخلي، ولو كانت الإجراءات اللي اتخذها نادي الزمالك سليمة ومظبوطة، فمن حقك انت تأيد ال3 لعيبة دول. فحضرتك رفعت الحرج عنك كاتحاد كورة، ورحت آه، أرجأت الملف دوت للجنة التظلمات. فلجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشربجي قالت، طلعت قرار وقالت لك ان اللعيبه دي من حقها تتأيد، وان نادي الزمالك موقفه سليم، وان انت عملت خرقت القوانين. خرقت القوانين بانك انت ما ايدتش ال3 لعيبه، لان نادي الزمالك ايد ال3 لعيبه دول في الميعاد المظبوط، اللي هو قبل الساعه 2 يوم 31 يناير الساعه 12، قبل الساعه 12 بالليل. فانت كده خالفت القوانين واللوائح. طب انت كاتحاد كوره اللي بتحط اللوائح والقوانين، انت اول واحد تخالف اللوائح وتخالف القوانين، وفي الاخر نادي الزمالك انتصر عليك كاتحاد كوره، اللي انت المفروض انت كاتحاد كوره بتحافظ على الكوره المصريه، اتحاد كوره المفروض ان انت بتجيب حق الانديه المصريه. لا، ده انت اختلقت خلاف مع نادي الزمالك، ونادي الزمالك انتصر عليك. طيب تمام. فبالتالي نادي الزمالك استلم كنهاية ال3 لعيبة وأيدهم في البطولة، في بطولة الدوري، في القائمة المحلية، وأيدهم في القائمة الأفريقية. واختلقت خناقة وخلافات هتيجي هتحصل تباعا من أندية الدوري. وابتديناها بالإعلامي محمد شبانة. تمام، اللي أنا رأيي إن في إعلاميين على الشاشات دول كل كلامهم او كل تصريحاتهم تؤدي الى فتنه وخراب الكره المصريه. هوريكم التصريح دلوقتي. تصريح محمد شبانه الاعلامي على قناه ETC. الاهلي يدرس ملف قيد ثلاثي الزمالك قبل التصعيد للفيفا. التصريح اهو، التصريح اهو للي عايز يشوفه. تمام. تصريح استاذ محمد شبانه: الاهلي يدرس ملف قيد ثلاثي الزمالك قبل التصعيد للفيفا. فدي بدايتها اهو، التصريح اهو. دي بدايتها، دي بدايه الكارثه. يعني دي بدايه الكارثه اللي هتحصل، وهي ان الانديه
هتقدم احتجاج للجنة التظلمات وتقول لهم ازاي انتوا ايدتوا الثلاث لعيبه دي، وازاي ايه النص اللي في اللائحه يقول ان قيد اللعيبه دي سليم. طبعا الاهلي او اي نادي تاني هيصعد للفيفا يقول النادي المنافس ليا اي ثلاث لعيبه في الوقت مش المحدد. فده الكلام اللي احنا كنا بنقوله او اللي انا كنت قلته في الفيديوهات اللي فاتت، وقلت القرار بتاع اتحاد الكوره ده هيخلق ازمه ما بين انديه الدوري، وده اللي فيها اللي الكره المصريه عايشاه، وهو على طول خلافات وعلى طول محاكم وعلى طول قضايا وعلى طول خلافات في الكره المصريه بسبب سوء اداره، بسبب سوء اداره. فانت كده كاتحاد كوره بدل ما انت ترتقي بالكره المصريه، لا انت بترجع بالكره المصريه عشرات الخطوات، بل مئات الخطوات لورا. انت دلوقتي اعضاء اتحاد الكوره اللي بنكل ليهم كل احترام وكل تقدير، كابتن محمد بركات بيقدم برنامج على قناه المحور، برنامج رومونتادا اللي بيقدمه كابتن احمد حسام ميدو. كابتن حازم امام مع احترامنا ليه ان هو قامه رياضيه محترمه وانسان خلوق، ان انت دلوقتي بتقدم في الاذاعه بتحلل ماتشات على قنوات فضائيه. طب هتجيبوا وقت ازاي لاتحاد الكوره؟ هتجيبوا وقت ازاي ان انتوا تديروا الكره المصريه؟ هتجيبوا وقت ازاي ان انتوا تحاولوا ان انتوا تصلحوا المنظومه الرياضيه في مصر؟ وفي اتجاه من الدوله حاليا لاصلاح المنظومه الرياضيه في مصر. احنا دلوقتي عايشين في عصر الصفحات المفبركه، الصفحات اللي بتنشر الفتنه ما بين الجماهير، اللي بتنشر الفتنه ما بين الانديه. تمام. سواء صفحات سوشيال ميديا تخص نادي الزمالك او صفحات سوشيال ميديا تخص النادي الاهلي، ان دي كل الصفحات اللي انتوا بتشوفوها ديت، وكل الصفحات اللي بتقول اخبار كاذبه واخبار مضلله، كل ده هيتحاسب. كل ده البلد حط عينيها عليه. تمام. لان احنا مع المنظومه عندنا في انحدار، المنظومه عندنا في انحدار. ده مش اتحاد كوره يليق ان هو يدير الكره المصريه. وانا بقول ان اتحاد الكوره ده لازم يستقيل، اتحاد الكوره ده لازم يستقيل ويجي اتحاد كوره بجد، اتحاد كوره مكون من رئيس اتحاد كوره قوي، رئيس اتحاد كوره بيفهم في الكوره، رئيس اتحاد كوره يجي لعب كره قدم قبل كده، واعضاء يكونوا كانوا كباتن كانوا لعبوا في الكوره، لعبوا في الطايره، لعبوا في السله، لعبوا في اليد. لكن اتحاد الكوره على اللي هو فيه ده، فاحنا كده بنقول للكره المصريه مع السلامه، بنقول للكره المصريه مع السلامه. طيب، ده الموضوع الاول اللي كنت بتكلم معاكم فيه. الموضوع الثاني وهو استعدادات نادي الزمالك لمباراه الترجي. الزمالك وصل تونس النهارده الصبح، ادى تمرينه على الملعب، وشارك فيه احمد بالحاج وناصر المنسي ومحمود شبانه. فكل التوفيق لنادي الزمالك. نادي الزمالك مستعد بقوه لمباراه الترجي. يا رب يا رب يا رب اللعيبه تحس بالجماهير، اللعيبه تلعب بكل قوه، تلعب بروح التيشيرت، تلعب بروح نادي الزمالك، تعرف ان هي بتلعب في نادي كبير، في نادي من اكبر انديه مصر والشرق الاوسط وافريقيا. فيا رب ينصر نادي الزمالك، يا رب يرجع الزمالك منتصر وواخد الثلاث نقط عشان يبقى يكمل افريقيا، لان دي مباراه مصريه لنادي الزمالك. وهنخش لاستعدادات النادي الاهلي ومباراه سان داونز، المباراه القويه جدا جدا جدا. سان داونز فريق تقيل، سان داونز فريق بيلعب كوره، فريق مش بيتكتل دفاعي، لا فريق بيلعب كوره حلوه، فريق ناس جاي بره ارضه وبيكسب، بيكسب جوه ارضه وبيكسب بره ارضه، بيلعب الطريقه اللي بيلعب بيها في جنوب افريقيا هي الطريقه اللي بيلعب بيها بره ارضه. مش فارق معاه، ما بيبصش هو بيلاعب مين، لا هو بيبص ان انا هنزل واخد الثلاث نقط.
فالاهلي عنده مباراه صعبه جدا جدا جدا، ونادي الزمالك عنده مباراه صعبه جدا جدا. فيا رب التوفيق للاهلي والتوفيق للزمالك، ويا رب يصلح حال الكره المصريه. وان شاء الله باذن الله يوم السبت كده نبارك للاهلي ونبارك للزمالك، والجماهير المصريه تبات فرحانه اليوم ده. فكل اللي شاف الفيديو دوت وعجبه الفيديو يعمل لي سبسكرايب ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس، واللي عجبه الفيديو وعجبه المحتوى يدوس لايك. ويا جماعة شيروا الفيديو ده، شير يا جماعة، مش هياخد من وقتكم كتير ان انتوا تشيروا الفيديو دوت وتدوسوا لايك، لان اللايك ده الناس كلها. فانا بشكركم وكنت مبسوط اني كنت معاكم. سلام عليكم.